تعالى كده الخص لك اللي حصل للذهب الاسبوع اللي فات. فتحنا عند 3995 وقفلنا عند 4001. يبقى مبدئيا مقدار الزياده ما بين الافتتاح والاغلاق 6 دولار فقط صعود. رقم 2، ادنى نقطه جبناها 3928 واعلى نقطه جبناها 4030. يعني معنى كده ان مقدار الفرق ما بين ادنى قاع واعلى قمه فقط 102 دولار. تكون عندي في منطقه 3928 ل 3950 بنقول عليه في التحليل الفني قاع. احنا دلوقتي شغالين فوق القاع ده. طول ما احنا شغالين فوق القاع ده احتمالات الصعود اقوى، وبقول احتمالات لان ممكن نكسره ونقفل تحته، ساعتها هيتاكد تغير مسار الذهب. اما فيما يخص الاخبار السياسيه والاقتصاديه والماليه التي تؤثر على العالم وبالتالي اسعار الذهب، رقم واحد الحرب التجاريه. الصين قررت ان هي تعلق الضوابط على تصدير المعادن الارضيه النادره، وده يدل على احترامها للاتفاقيه اللي تمت ما بين امريكا والصين في 30 اكتوبر، فده معناه ان الحرب هدت. رقم 2، الاغلاق الحكومي لسه شغال في امريكا وبدا يبقى ليه تداعيات اقتصاديه سلبيه على الاقتصاد الامريكي، بدليل ان امبارح قطاع النقل الجوي اعلن ان هو الغى 700 رحله طيران بسبب عدم وجود موظفين او طيارين. رقم 3، مسارات خفض الفايدة الفترة اللي جاية، دي الأهم اللي احنا بنركز عليها مع الحرب التجارية والإغلاق الحكومي. نائب رئيس الفيدرالي امبارح الجمعة أعلن إن احنا لازم نتريث في معدلات خفض الفايدة الفترة اللي جاية، وقال إن السياسة النقدية الحالية في أمريكا حيادية. يعني كل اللي عمله الفيدرالي لغاية دلوقتي ولا هو أدى إلى نمو اقتصادي ولا أدى إلى انكماش اقتصادي. رابع حاجة مهمة جدا هنبص عليها فيما يخص البيانات الاقتصادية الأمريكية، مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي صدر امبارح وفي أدنى مستوياته التاريخية بسبب تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والمالية والإغلاق الحكومي. هحدث على مدار الساعات اللي جاية أي جديد فيما يخص التحليل الأساسي والاقتصادي والمالي الذي بدوره يؤثر على مستويات الأسعار والتحليل الفني.